ثورة الشام، ثوابت ثورة الشام، حقيقة ما هي أوهام، حقيقة ما هي أوهام، اسقط أركان النظام، يسقط أركان النظام، مع كل رموز الإجرام، مع كل رموز الإجرام، ثوابت ثورتنا دين، ثوابت ثورتنا دين، وعن مطلبنا ما ملين، عن مطلبنا ما ملين. الله أكبر، حررت البلاد، الله أكبر، سقط الطاغية، الله أكبر، حررت السجون وخرجت المعتقلات وخرج المعتقلون من أحبية النظام المجرم الهالك الساقط القائد المخلوع. الله أكبر، بدأناها ثورة هي لله وسنختمها هي لله. في هذا التاريخ اليوم يوم الجمعة في جميع أرجاء سوريا يخرجون مظاهرات النصر، نصر سقوط الطاغية المجرم، ونحن اليوم نستمر في هذه المظاهرات لإعلان هذا النصر. ولكن أريد أن أخبركم أنه يوجد أمر خطير جدا يحاك في أقبية المخابرات الدولية، ويريدون أن يمغصوا علينا هذا النصر ويجعلوا هذا النصر لصالح هؤلاء الطغاة وهؤلاء المخابرات. فهذه الدماء التي بذلت وهذه التضحيات التي ضحى بها أهل الشام يريدون منها أن تذهب هباء منثورا، فيريدون أن يثبتون نظام الإجرام، ويريدون أن يثبتون أركانه، ويريدون أن يحافظوا على أفرعته الأمنية. فدخل المجاهدون فاتحون إلى دمشق، ولكن عندما تدخل الغرب وعندما لجأ قادة الفصائل للمجتمع الدولي فحافظوا على هذا النظام ولم يسقطوه، فحافظوا على الضباط وحافظوا على رؤوس الحكم، فقط عائلة الأسد التي هربت خارج البلاد. فيريدون اليوم أن يخدعوا أهل الشام ويقولون أن النظام قد سقط، ولكن لا، النظام لم يسقط بعد، بل سقط الطاغية، ونحن مستمرون حتى يسقط النظام بكافة أركانه ورموزه. تكبير! الله أكبر. فالمجاهدون الذين ضحوا فلذات أكبادهم، الذين ضحوا بدمائهم، الذين ضحوا بأجسادهم جهادا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولتحكيم شرع الله، ولكن يريدون أن يمغصوا علينا هذا النصر وأن يذهبوا هذا الجهاد هباء منثورا، ولا يريدونها لله، يريدونها دولة علمانية، دولة ديمقراطية لا تحكم بما أنزل الله. يريدون شريعة الغرب الكافر أن يطبق في أرض الشام، ولكن الله عز وجل أبى أن ينصر هؤلاء المجرمون الدول الغربية الذين يريدون أن يثبتوا النظام المجرم ويغيروا رؤوس النظام بهياكل أخرى. فنعذركم الله الله في ثورتكم الذي ضحينا من أجلها، الله الله في ثورتكم الذي بذلنا بها الدماء لتكون هي لله ولإعلاء كلمة الله. نحكم الإسلام، بدنا نحكم الإسلام، ساقط طاغيتك يا شام، ساقط طاغيتك يا شام، وبدنا نحكم الإسلام، بدنا نحكم الإسلام، لا وطنية وعلمانية، لا وطنية وعلمانية، إسلامية إسلامية، إسلامية إسلامية، لا وطنية وعلمانية، لا وطنية وعلمانية، بدنا خلافة إسلامية، بدنا خلافة إسلامية.